خرجت من الفندق لقيت الشارع مقفول عشان تقريبا كانوا بيصلحوا حاجة، فما كانش ينفع أعدي، فمشيت من طريق تاني وبالمرة قلت أتفرج على شوارع ومباني غير اللي شفتها امبارح. عجبني شكل الترام لأن دي كانت أول مرة أشوفه بالنهار، منظم وشكله تحفة، وأي مكان هتروحه جوه كولن هتلاقي الترام بيعدي من هناك. وأنا ماشي انتهزت الفرصة ودلعت نفسي بشوية فيديوهات وصور للذكرى. وصلت المول والحمد لله لقيت المحل فاتح عشان ما كنتش قادر استحمل برد ألمانيا أكتر من كده. لفيت في المحل واخترت شوية حاجات، واللبس كان رخيص بس الجودة ما كانتش قد كده. حاولت أتواصل مع اللي شغالين في المحل على قد ما أقدر بس تقريبا كلهم بيتكلموا ألماني. أخيرا قدرت أدفع واشتري اللي أنا محتاجه وحطيتهم في شنطة ظهري ونزلت الدور الأرضي عشان أدخل سوبر ماركت ليدل، أشهر سوبر ماركت في أوروبا تقريبا. لفيت لفة طويلة عشان أعرف أفرق بين الأكل الحلال واللي مش حلال، بس للأسف ما وصلتش لحاجة عشان كله مكتوب باللغة الألماني. وطبعا أنسب حل في المواقف اللي زي دي هي المخبوزات. أخدت كذا حاجة من أنواع مختلفة لأن دي تقريبا أضمن حاجة جوه السوبر ماركت. رجعت الفندق، أكلت ولبست الهدوم اللي اشتريتها ونزلت تاني أخد جولة في المدينة. بالصدفة بعد ما تقلت قوي في اللبس وأنا خارج من الفندق لقيت الشمس طالعة لأول مرة من ساعة ما جيت ألمانيا. وأنا بتمشى لقيت محطة المترو دي تحت الأرض، فقلت أقعد في الدفا شوية. وبالمرة قلت أجرب مكنة التذاكر عشان وأنا بتحرك بكرة أكون عارف هي بتشتغل إزاي. وأنا راجع على الفندق مشيت من مكان أول مرة أعدي منه، وكالعادة صورت المباني اللي شكلها مميز. عديت من جنب الكاتدرائية ولقيت فرع تاني للفندق اللي أنا نازل فيه. رجعت الفندق، أكلت وخدت دش ونمت عشان بكرة عندي مشوار طويل جدا لازم أكون مستعد له، وكده أكون خلصت تالت يوم ليا في ألمانيا. هتلاقيني سايب لك فيديوهات اليوم لحظة بلحظة واللينكات في الديسكريبشن.